الشخص الوحيد اللي قاعد في العربيه واجي اقعد جنبه، يعني ركبت جنبي راح المشوار اللي كنت رايحاه له يعني. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع وكل حاجة. آه جاي اقول لك ايه النهارده؟ جاي اتكلم معاكي عن موقف عادي جدا، عنوانه: لو العربية فاضية ما تقعديش جنب حد. لو العربية فاضية ايه؟ ما تقعديش جنب حد. ليه بقول لك كده؟ علشان انا حصل معايا موقف شخصي. مش عارفه والله. انا هحكيه وبعدين انتوا اكتبوا لي في الكومنتات اذا كنت انا مثلا مقفوره ولا موقف عادي. بس ايه بقى هو الموقف؟ كنت عادي راكبه الصبح وراكبه السيرفيس. مم، معلش عندي ايوه. اه كنت عادي راكبه الصبح السيرفيس، ورايحه المشوار اللي كنت رايحاه له يعني. فالعربيه كانت وقفت. لما شاورت يعني السواق العربيه وقفت، فكان انا من حسن حظي ان انا اول واحده اركب العربيه. فلكي بقى ان تتخيلي ان انت اول واحده تركبي العربيه، فهتختاري المكان اللي انت هتحبيه. المهم العربيه اتحركت شويه، بعدين جت واحده ست تركب. اول ما ركبت بقى ركبت فين؟ ركبت جنبي. السؤال اللي جه في بالي بقى: اشمعنى انا؟ اشمعنى المكان ده؟ فلو هتيجي مثلا تقولي طب الكرسي، يمكن الكراسي اللي في العربيه جه عليها شمس، او مثلا الكراسي مكسوره، او مثلا هي ست كبيره. خليني اقول لك ان انا اول ما ركبت العربيه كانت قدامي الفرصه ان انا اشوف، فلا العربيه لا الكراسي بتاعت العربيه مكسوره، ولا كان في شمس. احنا كنا الصبح اصلا. ويعني الاستاذه اللي كانت راكبه كانت ما شاء الله يعني، شكلها بصحتها يعني. فيعني عشان ما نقولش مثلا الناس تقربت الكرسي والكلام ده كله. اللي انا عايزه اقوله: لما تركبي عربيه لما تركبي عربيه والعربيه دي تكون فاضيه، ما بنركبش جنب حد. ليكي ان انت مطلق الحريه ان انت تركبي في اي مكان آه يعجبك طالما العربيه فاضيه. ما نجيش جنب مثلا الشخص الوحيد اللي قاعد في العربيه واجي اقعد جنبه يعني. خليه ياخد راحته، خليه ياخد مساحته. الواحد يعني حاجه كبيره ان انا اقعد مثلا اول واحده اركب العربيه، فبقى ايه يعني العربيه فاضيه وانا قاعده وجنبي مكان فاضي، فما اجيش اخنقه. ما اجيش اخنقه. فالدنيا واسعه. انا عايزه اعرف يعني الناس اللي بتعمل كده ايه وجهة نظركم؟ انا عارفه ان حاجه عاديه، مش موقف يعني ان هو يستاهل بقى ان انا اتكلم فيه وبتاع، لا هو موقف عادي، بس ممكن بيختلف من شخص للتاني. ان انت مثلا في ناس تتقبل شايفه الموضوع عادي، في ناس شايفه الموضوع لا. انا صراحه مستغربه يعني، خصوصا مفيش الاسباب اللي انا قلتها، يمكن في اسباب غايبه عني انا مثلا ايه مش واضحه لي. فلو كان في مثلا في سبب مثلا واضح لكم ممكن تكتبوه. بس يعني انا ذكرت مثلا مفيش شمس، العربيه الكراسي مش مكسوره. طنط دي كانت ما شاء الله يعني بكامل صحتها وعافيتها يعني. ف يعني ارض الله واسعه. ارض الله واسعه. هو اصلا يعني خلاصه الفيديو او الموضوع اللي بقول فيه بتكلم فيه ان لا يعني اما بنطلع عربيه وبتكون فاضيه، يعني اقعد في مكان فاضي. ما اجيش عند حد مثلا معين واجي اخنقه او ازنقه واقعد جنبه، طالما في اماكن كتير قدامي ان انا اقعد فيها. لو العربيه مثلا خلاص الاماكن دي اتملت وبتاع، خلاص يعني انت حقك اصلا انك تيجي تقعدي جنبي او تقعدي جنب الشخص مثلا اللي هو ايه مفيش غير المكان ده جنبي، يعني هو اللي فاضي. غير كده يا جماعه العربيه واسعه. آه بيستحضرني موقف. ليه انا بحكي الموقف ده وليه الموقف ده يعني استغربته فطلع ان انا اتكلم عنه فيديو؟ لان كانت في واحده قريبه مني جدا. كانت برضو حصل معاها موقف زي ده، بس يعني الموقف ده الحمد لله ربنا سترها معاها جدا. هو ايه بقى؟ كانت هي اول واحده تركب العربيه، فالعربيه كانت فاضيه. فبعدها بشويه جت واحده قعدت جنبها، سابت العربيه كلها وجايه تقعد جنبها هي. برضو مش هنقول الاعذار بقى اللي هو لا العربيه الكراسي مكسره او العربيه الشمس، لا كانت العربيه واقفه تحت الظل يعني. ما كانتش واقفه، كانت يعني ما كانتش ماشيه في الشارع ولا كانت، لا كانت في موقف وكان مظلل. مظلل. كان في ظل يعني، كان في مظله فوق العربيه، فما كانش في شمس داخله ولا اي حاجه. والست برضو كانت يعني عادي بصحتها، يعني لا نقول رجلها وجعاها او كانت مستقربه الكرسي او اي حاجه. المهم برضو انا بحكي الموقف ده عشان ايه تحطوا او يعني ايه تخلي بالكم وتكونوا برضو على حذر. المهم الست ديت قعدت جنب قريبتي ولزقت فيها. تمام مفيش مشكله، احنا ستات زي بعض وعادي نتحمل بعض. بس الغريب بقى اول ما العربيه ابتدت تمشي، طلعت بقى قماش عادي وحطيتها على رجل قريبتي.
قريبتي دي بقى كانت حاطه شنطتها على رجلها، ماشي، وتقريبا الشنطه شويه جايه على رجل مين؟ على رجل الست اللي كانت طالعه جنب قريبتي دي. فالست دي طلعت قماشه وغطت بيها ايه الشنطه، ويعني الشنطه اللي كانت على رجل قريبتي والجزء اللي كان جاي على رجلها، ومن تحت القماش الله اعلم طلعت ايه كده ايه، وعملت الشنطه، فتحت الشنطه كده كانت ماسكاه بقى. آه بس لولا ان قريبتي دي حست ان الشنطه فيها تشد كده او حد، يعني هو احساس انها اتشدت، مش مثلا ايه هزت عربيه او اي حاجه، هي حست انها اتشدت كده فابتدت تشك. فقامت هي شدت الشنطه كده على جنب، ماشي، برضو قريبتي ما خدتش بالها، هي شدت الشنطه كده وديتها الناحيه الثانيه. بس فالست دي لما ابتدت انها تلاحظ ان قريبتي ابتدت تاخد بالها، قالت للسواق على جنب وابتدت تنزل على طول. نزلت، ما نزلتش للمحطه الاساسيه اللي هم رايحين لها، لان هي عربيه عاديه يعني ايه، تطلع من مكان وهتقف في مكان معين، فهي نزلت في النص، هي فاهمين. فهو معروف اللي بيركب العربيه دي بيبقى رايح المكان الفلاني، فهي نزلت في النص. فاللي احنا فهمته بقى، اللي احنا فهمناه يعني انها نزلت قبل ما ايه يتم اكتشافها. فقامت قريبتي ديت سبحان الله بعد ما راحت البيت وكده لقيت الشنطه مقطوعه، مقطوعه في ناحيه الحته اللي كانت عند مين؟ عند الست دي، القماشه جايه عندها يعني، ومقطوعه مقطوعه يعني كانها بمقص او سكين او حاجه يعني. بس ستر ربنا انها ما خدتش حاجه. فمش عارفه يعني الواحد بقى لما يحصل حاجه زي كده بيجي في بالي الموقف ده، اللي هو ليه العربيه فاضيه؟ عربيه فاضيه، ما يعني ارض الله واسعه، ما نروح نشوف في اي مكان تاني. ومع ذلك ده مش للعموم، احنا بس نكون حذرين وخلاص، انما يعني ما ينفعش نسيء الظن بالاخرين. بس فده كان فيديو عادي فضفضه كده، بما ان حتى القناه يعني ما بنزلش عليها فيديوهات كتير اساسا يعني بتهش دبان. فلان الموقف ده حصل لي من يومين، فقلت مخصوص اقوم البس واصور واحكي الموقف ده، وتكتبوا لي برضو انا مثلا بأوفر في الموضوع ده، ولا الموضوع لا فعلا يعني انا عندي حق في اللي انا بقوله، وهل حصل معاكي قبل كده ولا لا. لو انت اللي بتعملي كده قولي لي مثلا وجهة نظرك، يمكن افهم مثلا اللي قدامي ده بيفكر ازاي، على الاقل ايه احنا بنلتمس العذر، بس اكون ايه يعني فهمت اللي قدامي ده مثلا ايه اللي بيدور في دماغه هو بيفكر ازاي. بس وطبعا ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشتركي في قناتي، قناه حريات. ويلا بقى خلينا نكبر كده، القناه بتهش دبان. فبس، وبالمره قولوا لي ايه رايكم في الفستان. هبقى هو لو مش هيبان، مش عارفه ابينه، بس هبقى ايه احاول اوريه لكم في الاخر. بس السلام عليكم.